بغيت نهضر. قلت اختي شي مشكل اليوم حنا كاينين غدا راه ما كاينينش، الواحد يستمتع بالحياه. عندكم تحاولوا ارضاء الناس، عمرك كترضيهم، ديري بالضبط بالمسطره والقلم داكشي اللي تيبغيو وما غيجيهمش الحال، خصوصا الناس المتلاعبين في الكلام ديالهم. انا الاراده ديالي هي نمرو واحد. ما يمكنش كنتي قصير ما تعجبهمش، قريتي وليتي مهندس ما غتعجبهمش، قريتي وليتي استاذ ما غتعجبهمش، ولا انا مزيانه مع سيدي ربي، انا مرضيه ديال سيدي ربي وتنقرا القران وتنصلي وتندير قيام الليل. بحاجه قد هكا كما قلت لك تقول لك صافا مع دخلت تقول لك صافا قال على 3 سنين 4 سنين حتى غيكون دارك من صحتك وداك تفيقي عطي دو بون هومور وغادا فرحانه مثلا بخير الحمد لله، صبحت بصحه مزيانه واخا رغم بزاف ديال الحوايج في الحياه وكنقول ومن بعد سلام كيدايرين لاباس عليكم. شحال ما درت هكا فيديو كنتقابل مع الكاميرا وغير نهضر كيجوني شويه صعاب من الفلوغز، حيت الفلوغ كتصوري عادي كتقولي بحال دايره شي فيديو ديالي غيبقى لعندي انا صافي، بعد كتمونطي كتحطيه. اما فيديو كتعرفي بحال كتهضري مع شي واحد، كتهضري ماشي مع واحد، كتهضري مع بزاف ديال الناس، كيكون شويه صعيب، كيجي شويه الارتجال في الهضره، الارتباك. علاش كتلقاو ديما الناس ليكستريم، كتلقاي ماشي واحد مرتبك في الفيديوهات اما كتلقايه تري زاليز. الفيديو بعدا ديال اليوم المهم راه هذا الفيديو كله غير امبروفيزي، يعني ماشي موجده فيه ولا شي حاجه. دونك الفيديو ديال اليوم بغيت نهضر واش عندكم شي مشكل؟ بغيت نهضر خلوني اختي بغيت نهضر. قلت اختي شي مشكل؟ ما عندكش شي مشكل خليني اختي عافاك اختي نهضر، بغيت غير نهضر. بون عندي شي حوايج بغيت نقولهم، كيطيحوا لي بعض المرات شي افكار كنكون في الخدمه كتجي كنقول هاد الفكره زوينه ندير فيديو، هاد الحاجه غتنفع الناس، هاد الهضره هادي انا ما كنكرهش. انا ملي كنكون خدامه ولا كنكون كنشقى ولا نغسل الماعن ولا كندير شي بودكاست في ودنيا، كنصنت لشي حاجه، نكون صايقه، نكون غادا هكا شي بارك ولا شي حاجه شي خرجه بوحديتي، كنبغي نصنت لشي حاجه. ودي فوا بصح كيكونوا شي مواضيع اللي كي انتريسيوني كنلقى بعض المرات ما تلقاش داكشي اللي بغيتو. الحياه جميله الحمد لله، الواحد هو اللي يستمتع بها. اليوم حنا كاينين غدا راه ما كاينينش، الواحد يستمتع بالحياه، الواحد يدير داكشي اللي تيبغي، ما يديرش داكشي اللي كيبغيو الناس. عندكم تحاولوا ارضاء الناس، حيت الناس ارضاء الناس غايه لا تدرك. يعني باش ترضي الناس راه ما عمرك كترضيهم، ديري بالضبط بالمسطره والقلم داكشي اللي تيبغيو وما غيعجبهمش الحال. داكشي علاش كديري داكشي انت اللي بغيتي. وواحد المثال في المغربي كيقول لك اللي ما عجبتوش نفقصو، اولا اللي ما عجبتوش غنفقصو. يعني عندك جوج ديال التليكا، يا اما غنعجبك يا اما غنفقصك صافي. في بعض الحالات ديال بعض الناس هذا هو المثال اللي كيطبق عليهم، يعني كيما درتي ما غاديش يعجبهم. دونك من الاخر انا هو التفسير اللي كنقول، اللي ما عجبتوش راني غير فاقصه صافي، ما عندها حتى شي تفسير اخر. ماشي انا اللي خايبه ولا انا اللي ما مزياناش ولا انا اللي فيه الديفو، راني غير فاقصه، هذا هو. والله الله يبرد كيتهم، هادشي اللي غادي نقول. كما قلت لكم عندكم ديروا هذا الغلط ديال تحاولوا ترضيو الناس، خصوصا الناس المتلاعبين في الكلام ديالهم، اللي غادي يبدا يقول لك كون درتي بحال هكا كنتي غتكون واو، كون تبعتي ما نعرف الطب مثلا. مثال كاين الوالدين اللي كيبزوا على ولادهم شنو يقراو. هادشي انا الصراحه ما عمرني شفتو الصراحه في ارض الواقع ما نكذبش، عمري شفت هادشي في ارض الواقع، ولكن الافلام والمسلسلات كاينين، كنا شفنا شحال مسلسلات وهذا اللي الوالدين اللي كيبزوا على ولادهم يتبعوا شي حاجه. سمعت القصص صراحه واقعيين. الام باغا ولدها يولي طبيب، ولا الاب محامي باغي ولدو يتبع حتى هو المحاماه، الولد ما باغيش، البنت ما باغاش، ولكن تيبزوا عليهم. هذاك كاين الدراري اللي لا هي لا، كاين الدراري اللي ما عندها حتى شي علاقه بالتربيه، وانما الشخصيه ديال داك الطفل ولا داك الولد ولا ديك البنت انه تعرف يقول لا. ما انا الاراده ديالي هي نمرو واحد. ما يمكنش انا نتبعك في رايك وانا رايك ما مسلكنيش، رايي كان غيسلكني هو هذاك، ما مسلكنيش حيت هو اللي محطوط في في الامر، هو اللي في داك الارض الواقع، ماشي انت ولا انتي. دونك وكاينين الولاد اللي كيديروا داكشي اللي بغاو والديهم، مثلا ديال انه واحد متبع المحاماه، باغي مثلا البيرو اللي عنده ما باغيش يمشي ليه، باغي يتقاعد، المهم باغي ولدو يشد عليه البيرو ديالو. او لا كمثال نجار باغي ولدو يدير حتى نجار باش ولدو يشد
المحل ديالو مثلا ولا يعاونوا فيه او لا او راك فهمتوني. كاين بزاف الامثله. وداك الولد في الاخر داكشي ما كيقراه مثلا ولا كيدير شي فورماسيون ولا شي حاجه، في الاخر ما تلقاش راحته. وعلاش؟ وكاين والعكس صحيح، يقدر يدير داكشي ويقول الله والله لا الحمد لله اللي سبعت با وحرفت، ما عرفت كيما كيقول لها سبح عرفت بوك اللي يغلبوك. وكاين هذاك اللي كيتبعوا مثلا في ديك النجاره، في ديك النجاره مثلا ولا في ديك المحاماه وتيخدم وصافي تيشد مثلا داك البيرو، في الاخر كيدير فايت لداك الشيء كامل. نهار با كيلوح ليه داك الشيء ولا تيعطيه غير يقابلو معاه، تيدير ليه شي مشكله شي مصيبه كيدير شي فايت. داك الشيء علاش كنقول الواحد، هذا غير مثال وانما بصفه عامه، الواحد يدير داك الشيء اللي تيبغي هو ولا هي. شوفي قلبك فين داك، شوفي الحاجه اللي كتريحك، وعمرك ما تقول خاصني نرضي الناس. الناس ما غترضيهمش في جميع الحالات. كنتي مزيان ما غتعجبهمش، كنتي ما مزيان ما غتعجبهمش، كنتي طويل ما غتعجبهمش، كنتي قصير ما غتعجبهمش، قريتي وليتي مهندس ما غتعجبهمش، قريتي وليتي استاذ ما غتعجبهمش، درتي الزيف ما غتعجبيهمش، ما ديرش الزيف ما غتعجبيهمش. كيما غديري غتوحلي. يعني حنا عايشين في الدنيا لارضاء الله سبحانه وتعالى، وعلاقتك بعدا بينك وبين سيدي ربي شي حاجه اللي خصها تبقى بينك وبين سيدي ربي. الا في حاله وحده نقول لكم مثلا، داومت على سوره البقره كل يوم وحسيت بواحد الراحه، حسيت بواحد الطاقه الايجابيه، وحسيت ان الدنيا ضحكت ليا وكنحس بواحد الراحه. او قريتها يوميا وفي كل نهار ومع الوقت وليت كنحس اي حاجه كتوقع ربما كون وقعت لي وانا ما كنتش تنقراها، كنت كنقول مصيبه كارثه هادشي اللي وقع لي، ولكن مع المداومه مع سوره البقره وليت كنرضى باي حاجه كتوقع لي وكنقول هذا من عند الله. ديك الساعات مرحبا الا جيت نقولها لكم عندي واحد الهدف. اما نجي نقول لك انا مزيانه مع سيدي ربي، انا مرضيه ديال سيدي ربي وتنقرا القران وتنصلي وتندير قيام الليل، ومن بعد فاش فتيني، هذا سميتو التفاخر بعلاقتك مع سيدي ربي. اما الا كنت غادي نقولها لك باش نفعك، ربما راني مفرطه في علاقتي مع سيدي ربي. اما واحد كيجي هكا او سوجي تكوني كتهضر في شي موضوع يقول لك انا راه كنصلي وكنوض الفجر وما نعرفش كندير، ما عندها حتى شي معنى. وهاد المساله راه معروفه ماشي انا اللي اخترعتها، هذا غير بين قوسين، ولكن كنت كنهضر على ارضاء الناس غايه لا تدرك. الواحد يدير داكشي اللي كيريحو وكيرتاح فيه. وهضره الناس راه ما تتساليش، والله هضره الناس ما كتساليش. وبالاخص واحد الفئه ديال الناس حتى هما اللي جاتني هكا، غير كنت جالسه ما بيا ماليه ما عرفتش علاش جاتني هذه الفكره، وهي اللي خلاتني نوض ندير فيديو على ودها. كنقول علاش الناس ينشروا الطاقه السلبيه بزاف. اشنو كنعني بالطاقه السلبيه؟ الطاقه السلبيه هما الناس اللي عندهم مشاكل، وانا كتوقع ليا في الخدمه، تتوقع ليا مع الناس اللي تنعرفهم، مع العائله. كنقول واش الناس ما تيحسوش براسهم، حيت كون كانوا تيحسوا براسهم ما كانوش غيديروا بحال هكاك، ما كانوش غيتصرفوا بهذه الطريقه. سي سور ما حاسينش براسهم وما عالمينش بداك الشيء اللي هما فيه. كينشروا واحد الطاقه سلبيه بطريقه رهيبه. شنو كنعني بالطاقه السلبيه؟ هو مثلا انا غير مثال، داخله الخدمه حليت الباب هز الصاكي باقا هكا بسوارت ديال طوموبيلتي، الساكا مونجي ديالي، الصاك ديالي اللي هزه فيه قشي، الشابو ديالي نضاضري، كنقول بونجور تنقز، بونجور سافا كتردي وي سافا اي توا. هذيك الشي دايز يعني جاري به العام، يعني هضره بروتوكول من الاخر، بروتوكول ماشي ضروري تعطيني لي ديتاي، تقول لي بونجور سافا واخا ما تقولي سافا قولي لي سافا. انا هكا دايره، بحال كيف ما كنقولوا حنا السلام كي داير لابس كتقول الحمد لله في جميع الحالات، واخا ما تكون معطوب كتقول ولا بس الحمد لله الحمد لله صافي، كتقولي سافا صافي بروتوكول وصافي. واتس نيكست، الحاجه الجايه اللي من بعدها. كاين واحد النوع د الناس انتي كيما قلت لكم في هذيك الحاله بونجور سافا نو سافا با كتولي مجبره انك تقول لها او كي سباس، شنو واقع ليك مالك، وتبارك عليك انت باقا بحوايجك يا ربي. وكاين عاوتاني يعني هادو كنحس بهم، هاد النوع ديال الناس اللي كينشروا هاد الطاقه السلبيه اللي توقع مره فاش غتقولي
الله يحسن العون، ربما وقعت لها شي كارثه شي مصيبه تلقى شي حاجه هكا. ما نعيش البارح بالليل وفقت فرهانه ونصرهانه كتوقع لي حاجه قد هكا كيما قلت لك تقول لك صافا با، مع دخلت تقول لك صافا با، نو صافا با صافي وقفي وتصنتي ليها. ولكن مع الوقت هاد النوع ديال البشر بحال كتمرني وعلى حسب كل واحد والغيتم ديالو. كتبداي من الدقه الاولى كتعرفي داك الانسان هو هكاك داير. الا عرفتي كاين نوع د الناس اللي واخا ما يعرفش طبعك كيفاش داير صافي، ولا يعني داكشي سيري في الدم، ما غايقولش لك حتى واش صافا، غايقول لك بونجور ويحضر راسو وغيمشي. يقول لك شي تقولي ويمشي، ولا ما يديهاش فيك ولا يدير راسو ما سمعكش، هو راه سمعك ويدير راسو ما سمعكش. كتمرني مع الوقت. ملي كتعرفي داك الانسان على حسب الغيتم ديال كل واحد والقصوحيه والجبهه ديالو شحال دايره، غتبداي تانيوريه وربما كاين اللي ما غتانيوري وقال على 3 سنين 4 سنين حتى غيكون دالك من صحتك وداك تفيقي عطي دو بون هومور وغادا فرحانه. مثلا غادا مثلا شي كافي وتلاقيتي مع داك اللي خدام في الكافي يقول لك نو صافا با، تقولي بونجور صافا، يقول لك نو صافا با، لا يخسر لك نهارك، يعطيك ماشي ديك الطاقه السلبيه كتخسر لك نهارك. نهضروا على هاد الطاقه ديال الطاقه السلبيه وهاد القضيه ديال حيت الهضره اللي كنسمعوها كتاثر فينا بزاف صراحه على حساب كل شخص وكيفاش داير. ولكن هذيك بصح ديك الطاقه السلبيه كتاثر في الانسان. نعطيكم مثال، بحال دابا هذه قرعه ياك هي بيضه ولا ترونسبارونت وهذا ديالها ابيض. الا بقيت نعطيك هاد القرعه نقول لك شتي هاد القرعه الكحله صافي، انت بحال الا ما كنتيش مركز مزيان معايا ولا هكا مشغول كنتي كدير في شي حاجه وجيت مديتها لك، عقلك صافي واخا راه شافها بيضه غيقول لك راه كحله. دونك انت ملي غادي يقول لك شي واحد راك راني سافا با وراه صافي بحال كتقدر هذيك الطاقه السلبيه ديالو اللي جرها من الارض وطلعت ليه مع رجليه وطلعت ليه الراس وناض ليه الفار وبقى عليك دوك 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 كتاثر فيك. وهذه والله الا عن تجربه. وكاين بعض المرات اللي انا كنكون والله الا كنكون اوفلين فرحانه مع راساتي ولا ما فرحانه ما والو، غير بخير الحمد لله، صبحت بصحه مزيانه واخا رغم بزاف ديال الحوايج في الحياه. وكنقول ومن بعد مثلا ضرني صبعي ضرني راسي ضرني رجلي، وشنو هذه الحياه؟ ماشي الحياه ديما ورود وكترش عليا في الورود، راه شويه بخير ترونكيل. حمد الله على داكشي اللي عاطيني سيدي ربي. كنشرب في القهوه ديالي واحد يبقى عليا كله كنقول لي صافي. الا قوى عليا وحسيت بانه كيعاود في الهضره بزاف، كنولي كنقول نو كتبان ليا شي حاجه كنقول انا بلاتي اسمح لي هاد الحاجه خصني نصيبها، انا غادي نرجع صافي وكنمشي وصافي. هو راه كيفهم راسو وكاين اللي ما كيفهمش راسو، داك هو موضوع اخر. حاجه في بالي بغيت نقول، ولكن الفيديو باش ما يجيش طويل ان شاء الله ندير لكم فيديو جديد. ولا عندكم هكا شي موقف شي مواقف ولا شي موقف وقع عليكم شي موقف وقع عليكم مع شي وحده ولا شي واحد، خليو لي في كومونتير ونهضروا في الموضوع. هاد الزهوه مع السلامه، باي باي.